ولهذا شوف إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يعني من أقرب قريب للإنسان؟ الأب، ما في أقرب من الأب. فإبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، فلما تبين له أنه من أصحاب الجحيم وأنه عدو لله، ماذا صنع إبراهيم عليه السلام؟ تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم إيش؟ أواه حليم. إبراهيم عليه السلام قدم الإيمان على النسب وعلى القرابة، هذا هو الإيمان الحقيقي. ولذلك أيضا لوط ترك امرأته، تركها للهلاك. لماذا؟ لأنها غير مؤمنة، فنجا معه من المؤمنين أهله وغير من المؤمنين إلا امرأته كانت من الغابرين. لا، العلاقات كلها التي لا تتسم بالإيمان لا يجوز الإنسان يتمسك فيها. نوح عليه السلام، نوح لما غرقت الأرض والتحم الماء الذي نزل من السماء بالماء الذي نبع من الأرض، والتقى الماء على أمر قد قدر، خلاص هلاك للأرض كلها، دعا قال: يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني حتى شفاعة نوح لابنه فيها أدب الأنبياء، ما قال يا رب نج ابني لا، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفر لأنه سأل، دعا أن الله ينجي ابنه. لا بنوة ولا أبوة ولا أخوة مع الكفر، البنوة والأبوة والأخوة مع الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذا الحقيقة اللي تنبع معنا ونستخلصها أن الأخوة هي الأخوة في الله، أخوة الإيمان. والقاعدة: كلما زاد الإيمان زادت هذه الأخوة، كلما نقص الإيمان نقصت هذه الأخوة، لأن الأخوة نابعة من الإيمان. كلما زاد الإيمان تجد الإنسان زاد إيمانه، يزداد محبته في الله، أخوته في الله. نقص إيمانه نقصت أخوته ونقصت محبته. أخوة تابعة لله، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك ثم قال تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا يعني سماهم أخوة مع أنهم متقاتلين، تقاتلوا، بس قال: فأصلحوا بين أخويكم، تبقى أخوة الإيمان.